عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. هنتكلم النهاردة عن واحد من اكبر المشروعات اللي هتغير شكل حركة المرور في شرق اسكندرية بالكامل، وهو انشاء كوبري 45 الدولي. بدأنا التصوير من بداية الكوبري من عند 45 الدولي. زي ما حضراتكم شايفين هنا كده احنا عند اول الكوبري. المشروع ده كبير جدا، هيعمل نقلة نوعية في التقاطع الحيوي بين الطريق الدولي وشارع 45. هيحل العديد من مشاكل المرور في المنطقة. أمامنا مشروع ضخم جدا، الكوبري الجديد ده كوبري 45 الدولي. مكانه في تقاطع الطريق الدولي مع شارع 45. طبعا احنا هنا عند مدخل الطريق الدولي. بدأ المشروع يظهر معانا تدريجيا مع عملية ضخمة جدا في تجريف الأرض بشكل جيد استعدادا لبناء الهيكل الأساسي للكوبري. وطبعا لو لاحظنا هنا على الجنبين في عمارات كتيرة بتتبنى زي كومباوند سكني ظهرت هنا في المنطقة. طبعا هنا المنطقة هتشهد ازدهارا عمرانيا في المستقبل. ده كده شكل الكوبري. طبعا تم صب الأعمدة للهيكل اللي أمام حضراتكم، هيكل الكوبري، وفي تقدم كبير جدا في المشروع هنا. والكوبري طبعا مش مجرد جسر عادي، لا ده كوبري متعدد المستويات، هيساهم بشكل كبير جدا في تحسين حركة المرور في شرق اسكندرية، وعشان كده تم إنشاء الكوبري على مستويين. المستوى الأول القادم من الطريق الدولي إلى شارع 45 هيوصل مباشرة إلى الكورنيش، والمستوى الثاني القادم من شارع 45 إلى المحافظات هيمر من أعلى الكوبري بعد تقاطع شارع 30 وهيوصل للطريق الدولي وهيوصل لباقي المحافظات. شايفين هنا كده ده شكل الكوبري، كوبري 45 الدولي. التصميم المزدوج للكوبري هيساعد على تخفيف الازدحام بشكل كبير، خصوصا في المناطق اللي كانت بتسبب مشاكل مرورية زي شارع مصطفى كامل. أهم مميزات المشروع توفير الوقت وتسهيل حركة المرور بين شرق اسكندرية والمحافظات الأخرى، بدلا من الازدحام اللي كان بيحصل دايما عند الدوران في التقاطع القديم. دلوقتي عندنا كوبري سريع هينقل كل العربيات مباشرة من وإلى الطريق الدولي وهيقلل الضغط الكبير على المنطقة. المشروع ده هيتضمن تفريعة من الكوبري هتصل للمنظرة وطريق الإصلاح، وهتخدم عدة مناطق حيوية أخرى. وبالفعل هنا زي ما حضراتكم شايفين تم صب الكاميرات الأولية وهي جاهزة للتركيب على الأعمدة. كمان هنلاحظ ان المنطقة المحيطة بالمشروع بتشهد تطورا كبيرا جدا في إنشاء العديد من العمارات السكنية. طبعا بدأت تظهر هنا في المنطقة. قدام شوية هيكون في توسع عمراني هيزيد من أهمية المشروع وهيساهم في رفع قيمة المنطقة بشكل عام. شايفين هنا كده أعمدة الكوبري ظاهرة بوضوح، وكمان الكاميرات الخاصة بكوبري 45 الدولي. المشروع ضخم وكبير جدا بيهدف إلى تحسين حركة المرور، هتكون أكتر سلاسة وأسرع من الأول، وهيساهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة في شرق اسكندرية. مشروعات كتير جدا بتحصل في اسكندرية، والمشروع الأقوى والأضخم هو مشروع مترو اسكندرية، واللي خلاص على أعتاب الانتهاء منه قريب. وطبعا افتتاح المرحلة الأولى من محطة مصر لحد أبو قير هيكون في 2026، ويليه على طول أكبر تاني وسيلة نقل في اسكندرية وهي ترام اسكندرية اللي هيتم تطويرها في شهر مايو المقبل. وحاليا احنا امام مشروع ضخم وكبير، مشروع كوبري 45 الدولي. بنشوف اخر التطورات اللي وصلت هنا في الكوبري، وزي ما حضراتكم شايفين تم الانتهاء من اعمدة الكوبري وبداية وضع كاميرات الكوبري. وهنا الكوبري طبعا مزدوج، يعني الكوبري على مستويين،
مش مستوى واحد فقط. فهنا كده الصورة واضحة لحضراتكم شكل كوبري 45 الدولي. جالي كومنتات كتير في الفترة الأخيرة عن آخر تطورات مشروع مترو اسكندرية. كل الفيديوهات هتلاقوها موجودة على القناة، من أول دخول الكاميرات لموقع المحطة، مثلا محطة سيدي بشر ومحطة ميامي. هتلاقوا كل الفيديوهات موجودة من بداية دخول الكاميرات موقع العمل لغاية تركيبها. طبعا متابعين مع حضراتكم كل ما هو جديد عن كل مشروعات اسكندرية، وكل الفيديوهات هتلاقوها موجودة على القناة. لو حضراتكم من المهتمين بكل الأحداث اللي بتحصل في اسكندرية، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو. الأعمال مستمرة في كل مشروعات اسكندرية حتى في رمضان والناس صايمة، فكل الشكر والتقدير للقائمين على كل مشروعات اسكندرية. كل الشكر والتقدير لكل ايد بتبني في مشروعات اسكندرية، سواء مشروع مترو اسكندرية، مشروع طبعا كوبري 45 الدولي اللي احنا بنصوره لحضراتكم دلوقتي، او مشروع توسعة كورنيش اسكندرية. كل مشروعات اسكندرية كل الشكر والتقدير لكل العاملين في كل المشروعات، وكل سنة وحضراتكم طيبين. احنا هنا لسه على الطريق الدولي، وهنوصل مع بعض لغاية شارع مصطفى كامل عشان نشوف اخر التطورات كوبري 45 الدولي. وزي ما حضراتكم شايفين الكوبري اهو مزدوج. طبعا كده واضح جدا في الصورة ان الكوبري هيكون في اتجاهين مش اتجاه واحد. طبعا ده كده شكل الكوبري، كوبري 45 الدولي. طبعا قرب على الانتهاء، ولكن احنا لسه متابعين مع حضراتكم وهنفضل متابعين لغاية انتهاء المشروع. هندخل جوه الموقع وهنصور لحضراتكم من داخل موقع العمل. زي ما حضراتكم شايفين انتشار كبير للمعدات داخل موقع العمل، وطبعا لاستكمال باقي مشروع كوبري 45 الدولي. هنا كده الشركة طبعا المنفذة للمشروع شركة المتحدة. هنكمل مع حضراتكم وهنوصل لنهاية الكوبري عند شارع مصطفى كامل. وصلنا كده شارع مصطفى كامل، ويلا بينا بقى ندخل موقع العمل نفسه عشان نشوف كل التفاصيل من داخل الموقع. نتوقع ان يتم الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد. واخيرا وليس اخرا، مشروع كوبري 45 الدولي في اسكندرية يمثل خطوة ضخمة نحو تحسين البنية التحتية في اسكندرية. هيحدث تغيير كبير جدا في حركة المرور، وإذا كنت من سكان اسكندرية أو حتى من الزوار، المشروع ده هيغير بشكل جذري طريقة تنقلك في المنطقة. كده احنا داخل موقع العمل. زي ما حضراتكم شايفين كل التفاصيل واضحة أمامكم في إنشاء مشروع كوبري 45 الدولي. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك للقناة لمزيد من التفاصيل عن تطورات المشروع وأي أخبار جديدة تتعلق باسكندرية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك، هتوحشوني جدا جدا. لحد الفيديو الجاي، شكرا ليكم ولمتابعتكم، أشوفكم في فيديو جديد. باي باي.